وانا ببريزنت نفسي ابقى بتاكل او بفوكس على البوينتس اللي الشغلانه محتاجاها، مش اللي هو مجرد انا بداخله ببريزنت نفسي. انا ممكن اكون خدت سنه خبره في ماركتنج وسنه في سيلز وسنه في ايا كان سبلاي تشين، فانا الشغلانه دي شغلانه سيلز وانا حابه اكمل في سيلز، يبقى انا كل التجارب اللي هحكيها في مجال السيلز، مش هروح احكيها في مجال تاني. فان انت تحضر نفسك بالاكسبيرينس بتاعتك، بالجوب ديسكريبشن، بان انت تعرف اكتر عن الشركه اللي انت رايح تقدم عليها، دي از ريلي امبورتنت. اسراء، ممكن يكون حد قاعد دلوقتي قدامنا في دماغه انا بعمل كل ده وبرضه ببقى مكسوف، هعمل ايه؟ انا مكسوف اتكلم، انا حضرت كويس قوي وباجي قدام الانترفيو ببقى حاسه ان انا مش قادره اتكلم. بص يعني كنت هقول تقريبا نفس اللي ما هتقوله، ان البنات بيبقى عندهم شويه lack of confidence في حاجات معينه. يعني ممكن اكون عندي كل حاجه في الريكوايرمنتس بتاعت البوزيشن وانا فاكره لا I'm not ready، وان الولد ممكن يبقى عنده 50% وفاكر انا خطير. معرفش ليه، يعني دي دايما بجد بنشوفها في الانترفيوز، البنات مع انها ممكن تبقى احسن واقوى بس ما بيبقوش confident enough to show ده. الحاجه اللي احنا ممكن تكون زي ما هي قالت تو بريب، وفي نفس الوقت ممكن يعني انا دايما كنت بحاول اعمل حاجه. يعني انا الميجر بتاعتي مش اتش ار خالص، الميجر بتاعتي كانت فاينانس، ما كانش في دماغي قوي ان انا اشتغل اتش ار. اكتشفت ازاي ان انا عايزه اعمل اتش ار من كتر الانترفيوز اللي كنت بروح اعملها لبوزيشنز فاينانس. اكتشفت انه اوكي، طب ليه اصلا ما اكونش انا في المكان ده؟ ممكن في اوقات هتلاقوا ان انتوا في الاول بتجاوبوا غلط، بتتوتروا which is normal، بس زي ما مها قالت لو احنا well prepared للحاجه قبل ما تيجي هنبقى جاهزين ليها. والبريباريشن مش بس هتكون مثلا انه for the interview، انك تبقى عندك سي في قوي فتليك امبريشن كويس بالسي في ده، لان ده اول حاجه بتروح للشركه تقرا عن الشركه. الامبريشن اللي في التليفون برضو ده مهم قوي. يعني لما حد مثلا يكلمك فور انترفيو ما تقوليش ايه ده لا مش فاكره انا قدمت على ايه، او ايه ده لا انا اصلا مش عايزه ده. يعني لا نتورك مع ريكروتر، خلي دايما في جود امبريشن عندهم، عشان لو البوزيشن ده مش نافع يكلموكي عشان حاجه ثانيه. في الانترفيو نفسه يعني بيتهيألي اغلب الشركات وحتى البنوك بقى عندهم شويه نفس الابروتش اللي هم بيعملوه في الانترفيوز. يعني في حاجه مثلا اسمها ستار موديل. يعني ستار موديل ان احنا بنختار كومبتنسي معينه للبوزيشن. يعني لو اخترنا نفس الرول اللي مها قالت عليه فهو ده سيلز، فاحنا عايزين حد مثلا ريزلت اورينتد، يعني حد بيفوكس على الريزلتس. فدي حاجه احنا هنبقى بنسال سؤال في الانترفيو يركز علعلى دي. هتلاقوا على جوجل حاجات كتيره قوي ان مثلا ايه ازاي اعرف اشرح سيتويشن واوصل لده. فالستار ده اللي هو بيقول سيتويشن، التاسك اللي انت عملتها، الاكشن والريزلتس. ومش لازم حد ما اشتغلش يكون بيفوكس على الخبره، ممكن يبقى حد لسه متخرج فيشرح مثلا حاجه من جراديويشن بروجكت، من انترنشيب عملها. يعني ممكن ان احنا نعرف نشرح حاجات مختلفه بس نعرف ترفلكت عليها. يعني واحنا بنبريب نشوف مثلا اكزامبلز مختلفه الاسئله، نقرا كويس البوزيشن اللي احنا مقدمين عليه فهنفهم ايه الاسئله اللي ممكن تيجي عليه. لو اسسمنت هتلاقوا الحاجات بتبقى جينيريك شويه، فهتلاقوا لها برضه سامبلز كتيره قوي اونلاين ممكن ان انتوا تجربوا تعملوها يعني. يس. يعني انا مش عارف اقول كومنت على اللي انت قلتيه صراحه، بس confidence it means ان انت تكوني زي ما شاكر بتقول انت الريدنس جاي من جواكي. يعني مش لازم تكون انا عملت الجزء بتاع البريباريشن كويس قوي، حضرت عن الشركه وعرفت البوزيشن وذاكرت اسئله الانترفيو، بس ريدنس it comes from your inside. انت محتاجه انت تكوني تبقي بتتكلمي مع نفسك. يعني دايما هتلاقوا ان في الصوت التاني اللي هو بيقول لا انا جاهزه، انا قويه، انا عندي الكواليفيكيشنز اللي تخليني ابقى موجوده في البوزيشن دوت. اقول لك بس حاجه يا عمار، في حاجه كده كود بتقول فيك ات انتل يو ميك ات. يعني ممكن ان احنا فيك ان احنا كونفيدنت لغايه لما نوصل للليفل ان نبقى بجد كونفيدنت. صح. عايزه اضيف حاجه برضه يا عمار، ان البريبريشن مهمه، بس ان انت تبقى اصلا داخل مرتب قوي اجاباتك والايموشنز وانت هتقول ايه، ده ممكن يبقى مش في مصلحتك قوي. يعني انا مثلا لما بقعد مع في انترفيو احس ان هو حافظ الاسئله مش بتتكلم وهي يعني من جواها عايزه تقول كده فبيبقى باين. بالعكس انا حاسه انه الفيميلز بيعرفوا يعبروا عن نفسهم، بيبقوا يعني عارفين هم عايزين ايه اكتر. ممكن حد يدخل